السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهور الزمالك العظيم، هارد لك، مش هنقدر نقول غير هارد لك. هي جت معانا في الآخر ونحست. مش هتخش، يعني مش هتخش خلاص. عليا الطلبات، ما انت داخلة. حلفت علينا بالطلبات، ما هي داخلة. شوط أول 45 دقيقة، ما استفدناش بالشوط الأول نهائي في حاجة. فرص معدومة. لا بالعكس، ده احنا كمان كنا هنلبس هدف في آخر الشوط الأولاني لولا حمزة المسلوسي. يعني 45 دقيقة طاروا في الهوا، طاروا. طبعا الشوط التاني نزل سامسون، عمل جاب كبير وفرق كبير جدا في الناحية الهجومية مع نزول سامسون مكان مصطفى شلبي. ضيع فرصة والتانية. جزيري النهاردة ضيع. يا جزيري يا جزيري، ده انت نجم مباراة الأهلي. يعني ربنا كرمك وجبت جونين في مباراة الأهلي. جت النهاردة أهم يوم ونحست. بتنحس. ما أنا يعني الأهلي بخلنا بعد الماتش، بخلينا كده إن إحنا خلاص هيبقى عندنا عقم تهديفي. النهاردة كان عندنا عقم تهديفي بعد مباراة الأهلي. ما هو نادي كله عفاريت وكله شعوذة وكله يعني احنا كسبناه بأعجوبة الصراحة، يعني كسبناه بأعجوبة. فدي نتيجة ان احنا كسبنا الاهلي. فطبعا النهاردة العفاريت اشتغلت علينا، عفاريتهم اشتغلوا علينا خاصة في اخر الماتش. طبعا نزول سامسون الشوط التاني قلنا طبعا عمل فرق كبير جدا. فرص بالجملة ضاعت. اخر الماتش، اخر المباراة، 3 اجوان في لعبة واحدة. 3 اجوان في لعبة واحدة، دي عفاريت بيبو، عفاريت بيبو. 3 فرص في هجمة واحدة، ولا واحدة عايزة تخش، ولا واحدة عايزة تخش. مش ممكن، مش ممكن. احنا ضيعنا اسهل فوز لينا النهاردة. احنا يعني انا قلت يا رب الزمالك يكسب 3-4، يكسب يعني يجيب عدد اهداف اكبر عشان لما يروح هناك يبقى مستريح. لان احنا ما نعرفش الدنيا هناك يبقى شكلها عامل ازاي. واحنا طبعا عارفين ان احنا بره، وخاصة في دور قبل النهائي. يعني الماتش ممكن هيبقى صعب قوي علينا، هيبقى صعب قوي 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 علينا. يعني قلت 3، ما جاتش ال3. 2، ما جاش ال2. طب جون، جون بس واحد، ولا حتى الهدف عايز يخش. حسام عبد المجيد الكرة قدام الجون، يعني بتلبس في العارضة وبتنزل تاني، ودربكة، وقبلها كرة لنضاي، ونضاي قبلها بيدي واحدة لسيف الجزيري عرضية. سيف الجزيري معرفش رافع رقبته فوق، عامل نفسه فيها زرافة. واحدة تانية من الزناري، سيف الجزيري برضو يعني حطها فوق. يعني مش 4 5 فرص محققة في آخر الشوط التاني وآخر المباراة، ولا واحدة فيهم لبست ودخلت هدف. وخلصت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف. الغيابات النهاردة مأثرة علينا، الغيابات مأثرة علينا. بس احنا المفروض من الشوط الاولاني من اول دقيقة لازم اللعيبة كان يبقى عندها حافز، وحافز قوي جدا، ان هي تخلص بدري بدري، تخلص بدري بدري بهدف واتنين وتلاتة. لو جبت هدف في بداية المباراة الماتش هيتفتح، الماتش كان اتفتح. الفرقة اللي قدامك دي كانت هتتفتح وهتجيب اهداف زي ما انت عايز. بس الشوط الاولاني ما كانش فيه تركيز ان انت تخلص على الجون، ما كانش فيه فرص محققة ان انت تخلص بيها. وبالعكس، يعني حمزة المسلوسي شال واحدة كانت هتضيعنا الشوط الاولاني. مش عارف اقول ايه، مش عارف اقول ايه. بس البطولة دي ان شاء الله بتاعتنا، البطولة دي بتاعتنا عشان احنا تعبنا.
إحنا تعبنا، مش بعد كل ده وفريق اسمه دريمز لسه يعني أُنشئ سنة 2009 يعمل معانا الدنيئة ويطرّقنا يعني، مش ممكن يعني، مش ممكن بجد. أنا باطالب من لعيبة الزمالك، الماتش ده كإنه ما اتلعبش، الماتش ده كإنه ما اتلعبش، الصعود من هناك كأنها مباراة واحدة، مباراة واحدة بس هتلعبها عشان تصعد، تروح هناك تكسب، إزاي ما أعرفش، تروح هناك هتكسبوا، هتعملوها إزاي ما نعرفش، مش بتاعتنا. جمهور ملا الملعب النهارده، جماهير ودعم كبير جدًا، ما كانش فيه حظ في آخر الماتش، بس إحنا فين من الأول؟ فين الكلام ده من بدري؟ ليه اللعيبة بتستنى لآخر وقت؟ ليه؟ ليه اللعيبة مش من أول دقيقة تنزل وتضغط وتفرتك الفرقة اللي قدامها وترعبها وتخلّص بدري، بدري؟ ليه؟ ليه؟ ليه نضيّع 45 دقيقة في الهوا؟ ليه؟ محمد شحاتة ما يقعدش لحد تاني، مع احترامي يا مستر جوميز، محمد شحاتة لازم يبدأ أي ماتش. النهارده بداية التشكيلة كان عليه علامة استفهام. متيابة ما ينفعش يلعب في وسط الملعب، النهارده أداء زيرو، أداء زيرو. يعني لو أنت بادئ بدونجا وجنبه محمد شحاتة كان هيبقى الشكل أفضل وأحسن من الشكل اللي إحنا شفناه في الشوط الأولاني. ربنا يستر ويعديها على خير، والماتش الجاي يعدي على خير ونصعد للنهائي، لأن بإذن الله الزملكاوية أملهم في ربنا كبير، والبطولة دي تبقى من نصيبنا السنة دي. هارد لك لكل جمهور الزمالك العظيم، وهارد لك ليا وعلى الحزن اللي احنا فيه النهارده بعد مباراة الأهلي، وكنا فرحانين بفوزنا على الأهلي، ودي نتيجة مباراة الأهلي. دي النتيجة، لازم هتحصل نتيجة خزعبلية وعفريتية بعد مباراة الأهلي والفوز على الأهلي بطلوع الروح. احنا النهارده طلع روحنا، والحمد لله على كل حال. أشوفكم على خير في القادم، سلام عليكم.